بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين. دلوقتي احنا هنبدأ مع بعض محاضرة جنرال اكسل. المحاضرة دي هتبقى أول محاضرة هنبدأ إن شاء الله نتجه من بعدها في حاجات كتيرة جدا في الإكسل عشان نستخدم الإكسل for real life لحياتك الحقيقية، سواء في حياتك الشخصية أو في الشغل. لو أنت شغال في شركة سياحة مثلا بتعمل تقارير، أو شغال في مكتب، أو عندك مثلا سوبر ماركت، عندك مشروع ملابس بتلم داتا عملاء، ايا كان. هنتكلم بشكل عام بحيث ان احنا نشوف مع بعض الحاجات اللي احنا شايفينها قدامنا دلوقتي. دي الحاجات اللي ان شاء الله باذن الله هنتعلمها. اول حاجه، في ناس كتيره جدا يعني عندها الاساسيات، فمش هنرخم عليكم كتير بحاجات انتوا عارفينها. فهحاول ان انا اغذي الناس دول بشوية تريكسات. لو انت يعني لسه بادئ في الاكسل وما كملتش فيه كتير، هتلاقيها مفيدة جدا ان شاء الله. اما بقى لو انت حد لسه بتبدأ، فهتلاقي نفسك قادر ان انت تلم شوية حاجات كتير في الاساسيات، وتبدأ ان شاء الله تخش عالم الاكسل. طيب، الحاجات اللي هنتعلمها في الفيديو ده ان شاء الله في خلال نص ساعة بإذن الله نكون شرحنا فيه الواجهة والاساسيات، وشوية كلام كده عن استخدام الاكسل في الحياة، في إدارة مهامك ومصاريفك، تجميع داتا البيانات، ازاي بتفكر وانت بتعمل شيت اكسل والى اخره. وبعد كده ان شاء الله هيبقى في محاضرة تانية وتالتة ورابعة، هيبقى فيها الحاجات اللي على اليمين زي المعادلات الاكسل والحاجات اللي موجودة دي. طيب، اول حاجة عايزين نشوفها هنا هي الواجهه بتاعت الاكسل نفسه. تمام. طبعا انا على نظام ماك دلوقتي، فهتلاقي الواجهه مختلفه عندك شويه عن الواجهه اللي هتلاقيها موجوده عندك، ولكن هتلاقيها قريبه يعني. طيب، احنا محتاجين نعرف ايه في الواجهه بتاعت الاكسل كحد لسه بيبدا؟ اول حاجه، ان انت لازم تبقى عارف ان ده اسمه شريط الادوات، بيتكون من اكتر من عنصر او من اكتر من تابه. كل ما تضغط على حاجه فيهم هتلاقي فتحت لك اوبشنات وخيارات تانية. انا كمبتدئ مش محتاج غير الهوم، الانسيرت، البيج لاي اوت، والداتا. ويعني ممكن احتاج الفيو، ومش هنحتاج كل الحاجات اللي جواها. انت محتاج حاجات صغيره جدا خفيفه جدا من الحاجات اللي هي ايه جواها. ثواني بس نشيل البتاعه دي. تمام. طيب، اول حاجه هنبدا فيها هنا الهوم. الهوم دي فيها الكات والبوست، ودي حاجه مهمه جدا لو انت بادئ في الاكسل وبتتعود مثلا على جوجل شيت. لما بتيجي تخش على الاكسل هتلاقي نفسك تحس ان الاكسل بيهنج منك. فاقول لك على ليه بيهنج منك. انا مثلا عندي هنا داتا باللي شويه بيانات زي ما انتم شايفين كده، وعايز ان انا انسخهم. فبروح محددهم كده بالماوس او بالماوس والشيفت. يعني انت لو حبيت تحدد خلية، بتبدأ تقف هنا وتروح نازل تحت تضغط شيفت وتضغط على المكان التاني، هتلاقيه حدد لك كل ده. او ان انت تمسك الماوس وتسحبه. كمان اقدر ان انا اقف على الخلية كده من غير ماوس بقى خالص، اضغط شيفت وانزل بالسهم لتحت، يمين، شمال، فوق، وتقدر تحدد المكان اللي انت عايزه. ده كده ايه بالشيفت، وانا ضاغط شيفت وعمال اتحرك بالاسهم. افتح كده جوجل شيت او اكسل وجرب الموضوع ده دلوقتي. طيب، انا هحدد الكلام ده بالكيبورد وبضغط شيفت وانزل تحت ومحددين حاجه كمان برضو للتحديد. برضو دي الحاجات اللي هي التريكات اللي انا بقول لك عليها. لو انت مبتدئ هتتعلمها ان شاء الله، هتاخد تريكات. انا دلوقتي بقف على اول خليه واروح ضاغط، محطط الماوس لحد ما يعمل علامه الايد دي واضغط ضغطتين، هتلاقيه جالك في الاخر. فبروح اعمل ايه؟ بضغط شيفت واروح عامل علامه الايد واروح ضاغط كده، هتلاقيه محدده لك. يعني لو في داتا كتيره جدا زي مثلا كده مثلا، ماشي، يعني نفترض يعني ان عندنا الداتا، وانا مش عايز افضل ماشي كل ده، فبعمل ايه؟ بروح واقف هنا واضغط شيفت وضغطتين على علامه الايد، هتلاقيه حدد لك الكل. يعني لو ده كانت حاجه جديده اول مره اشوفها، فادي لايك للفيديو لو انت بتتفرج على اليوتيوب. ولو انت مش بتتفرج على الفيديو يوتيوب وبتتفرج معانا كده عادي، يعني مفيش مشكله برضه يعني. احلى مسا عليك. دعوتك يعني. طيب، انا عندي نرجع تاني للجزء الكوبي والقط. انا دلوقتي لما باجي احدد مكان زي ما انتم شايفين كده، ده اسمه نطاق او رينج.
لما باجي احدد نطاق او رينج وبضغط مثلا قط او كوبي، تمام، بيعمل لك علامه مربع كده. لو انا رحت عملت اي حاجه زي ان انا اكتب مثلا، هتلاقي الرينج راح كده، الكوبي بتاعك راح. بتيجي انت بقى تيجي تعمل باست، تلاقي ان الباست مش شغال. تقول ايه ده، هي فين الداتا، انا لسه ناسخها، ما بتجيش معاك. زي هي دلوقتي جت عشان خاطر الماك يعني بيحتفظ بالبيانات، لكن على ويندوز الموضوع رخم شويه. فلما بنكون محددين حاجه زي ما انت شايف كده، واخدها كوبي او كات واجي اروح في مكان تاني اعمل اي حاجه، المربع ده راح، بروح راجع تاني محدد القيمه بتاعتي وعامل كوبي. اهم حاجه ان بعد الكوبي والكات، بعد المربع ما يتحدد كده، تروح على طول تنسخ اللي انت عايز تعمله. طيب انا دلوقتي عايز ادي مثلا تنسيق للجدول ده. خلي بالكوا هنرجع للباص تاني بعد ما ندي تنسيق. عايز ادي تنسيق او بلاش ندي تنسيق، تعالى نعمل حاجه بجد. الادوات اللي فوق دي يا جماعه عمرك ما هتتعلمها غير لما تحتاجها. فانا دلوقتي هقول لك يعني حاجه بسيطه، انا هعمل جدول بسيط دلوقتي، مثلا جدول اداره ديون مثلا او مصاريف مصروفات. فواحنا بنعمله هنستخدم كل الادوات دي. طبعا عندك في الويندوز هتلاقي الادوات بتاعت الكتابه دي زي ما هي، والجزء ده برضو زي ما هو، والجزء ده برضو زي ما هو. ممكن ما تلاقيش الجزء ده وممكن ما تلاقيه، يعني رحت يمين شمال هتلاقي حاجه شبه كده. تمام. تمام. دلوقتي انا عايز امسح البيانات دي، بروح محدد كده كليك يمين واقول له كلير كونتنت، بيروح مسح لي كل حاجه. او من هنا لو ضغطت على كلير من هنا قلت كلير اول، هيروح مسح لك اللي انت محدد عليه. طيب انا دلوقتي هعمل يعني عنوان، عايز اعمل عنوان. طيب انتوا زي ما انتم شايفين كده في مربعات كتير، تمام. انا ممكن اختار، يعني هبدا، هو هنا الشيت بيبدا من الشمال، تمام. فانا ممكن اضغط هنا واكتب دفتر ديون. لاحظ كده اول حاجه عملتها كتبت النص اللي انا عايزه. طيب تاني حاجه، عايز اكبر الخط، فانا هروح مكبر. تمام. طيب هو ايه ده، ايه اللي حصل يعني؟ خلي بالك برضو هنشرح واحنا ماشيين حاجه في حاجه. انا واقف هنا، تمام، فهتلاقي الخط ده بيظهر في الخليه دي فيها ايه. يعني انا شايف هنا مكتوب دفتر وهنا ديون، هل كلمه ديون دي موجوده في الخليه اللي هي اف 5؟ وبالمناسبه العواميد هنا او الخليه دي بتتقاس بتتقرا كده، يعني اف واروح نازل كده يبقى هنا 5، يبقى ده اف 5. طب ال نزلت هنا يبقى ال 5. تمام. زي ما انتم شايفين هي هنا فاضيه لو انا واقف على ديون. طب لو وقفت هنا بلاقي كلمه دفتر ديون. طيب لو جيت هنا وضغطت مسطره خلاص اختفت، بقى هنا في قيمه، يعني هنا بقى في قيمه هي موجوده، والكلمه بتاع الدفتر موجوده هنا. تمام. فاللي بيحصل ان لما يكون الخليه زي ما انت شايف كده الكلام فيها اكبر من الخليه، بتلاقيه بينط بره. تمام. طب انا ممكن اعمل كده واختار ان انا اقول له راب تكست، فمجرد ما النص يوصل للنهايه دي يروح نازل تحت ويكبر عرض الصف. وده استخدام للراب تكست. نرجع كده كنترول زد، او بنستهم من هنا لاي حركه بتعملها غلط ممكن تعمل كنترول زد رجوع، او تضغط على الاندو دي. طيب لو انا ضغطت هنا تاني وقلت له shrink to fit، هيروح مصغر الخط عشان يعمل يخليها تشغل المكان اللي هي فيه ده بس. وبكده اتعلمنا جزئين اهم وقت الحاجه هتحتاجهم. تمام. افتكر دايما ان انت عايز تعمل راب تكست لما يكون النص مش ظاهر معاك. وبالمناسبه انت في اي وقت لو نسيت اي حاجه تقدر تكلم شات جي بي تي تقول له انا عندي مشكله كذا كذا وتصورها له، هيقول لك تعمل ايه. يعني الموضوع سهل ما تقلقش. طيب انا مش عايز ان انا اعمل الكلام ده، انا عايز خليه كبيره. عندي هنا الميرج، يعني انا عايز من اول الخليه دي لحد الخليه دي، او من اول الخليه دي لحد الخليه دي كده. انا ايوه انا عايز المساحه دي كلها ادمجها اخليها خليه واحده، فاروح ضغط على دي ميرج اند سنتر واظبط كده الصف، هتلاقيه عملها لي خليه واحده، بقت خليه واحده اهي. طب انا عايز الونها، في هنا جرد لو شايفه، اضغط عليه كده لونته. بس الخط بقى لونه اسود، انا عايزه يكون لونه ابيض. حرف الايه اهو، اضغط هنا واختار اي لون نفسك فيه، انا خليته ابيض. الله، يبقى انا كده ايه، اتعلمت ان انا ازاي اعمل تلوين للخلفيه، تلوين للخط، ازاي اعمل راب للتكست، وازاي ادمج الخلايا. تمام تمام. طب انا شفتك بتكبر الخط كده وبتصغره، الخليه بتعمل ايه؟ انت لو جيت هنا على اي صف من الحاجات اللي في الجنب دي، الارقام دي كلها
اسمها ارقام الصفوف. والحروف اللي فوق دي حروف الاعمده. يعني اللي انا عندي فوق ده كله دي كلها كده عواميد عواميد عواميد، او كولوم كولوم كولوم. واللي هنا دول روز، صفوف صفوف صفوف. طيب انا دلوقتي لما باجي امشي الماوس كده على الخليه، بيعمل لك علامه زائد. لو ضغطت عليه يروح محدد لك من اول صف لحد الى ما شاء الله، يعني الى ما لا نهايه. ودي فيها حاجة مهمة، دي بقى للناس اللي هم بادئين في الإكسل، ولكن في تريكات بقى فايتاهم. لو أنت بتشتغل على شيت الإكسل ومرة واحدة الجهاز بتاعك بيهنج والشيت الإكسل اللي بيكراش، اعرف إن أنت عملت حاجة غلط. لأن لو عندك الرامات 8 جيجا أو 12 جيجا أو أعلى، 16 جيجا مثلا، وانت شغال على شيت بسيط ولقيت الجهاز بيهنج والاكسل هو بالذات اللي بيهنج ونوت ريسبوندنج، اعرف انك عامل حاجه غلط. مجرد ما انت ضغطت كده يا صديقي، انت قلت له، اديته امر، قلت له حدد العمود ال من واحد، ال واحد الى ال ما شاء الله، كل ما تنزل هتلاقيه ايه؟ موجود. بص عمال يجيب لك خلايا، شوف كل دي، كل ما تنزل كده بيحمل لك الحاجات دي في الرامه. طب الرامه لما تتملى، الاكسل ما بيقدرش يهندل، فيحصل مشكله. المشكله دي بقى بتحصل امتى؟ مش مجرد ان انت تحدد وبس، لا، تحدد وتدي تنسيق كده. انت كده اديته تنسيق الى ما شاء الله. فطول ما هو شغال، بص، شايف السكرول في الجنب عامل ازاي؟ طول ما هو شغال هيفضل يعني يبهدل لك الدنيا. طيب انا يعني غلطت غلطه فعايز يعني احلها. بروح واقف على العمود كده واضغط على كلير واقول له ايه؟ كلير اول. وامسك السهم من هنا او السكرول واطلع فوق. تمام. مش بطلع بالسكرول، لا، بتمسك السكرول هنا كده بالماوس وتطلع لحد ما تلاقي خلاص ما بقاش صغير، بقى كبير اهو. ونفس الكلام نفس الكلام هنا على العرض. تمام. بتتحرك كده بالسكرول مش بالماوس والبكرة، عشان خاطر يقدر الشيت يرجع تاني يظبط معاك. تمام. نرجع تاني لحتة الأعمدة. انا لو وقفت هنا هيعمل لي علامة زائد، بس لو جيت كده بص، العلامة دي معناه ان انا اقدر اغير عرض زي ما انت شايف ظاهر كده، ايه، ويدز 13، الويدز 14 او 100 بيكسل، عشان لو انت هتطبع على ورقة تبقى انت عارف الورقة دي عرضها قد ايه. تمام. فاقدر اكبر العرض بتاع العمود. طب لو جيت هنا نفس الكلام، اكبر الارتفاع بتاع العمود زي ما انتم شايفين، عمالين نلعب اهو ونكبر الاعمدة. طيب نرجع تاني، عشان يعني كل ده احنا بنشرح الواجهه والاساسيات، وهحاول ما اطولش معاك ونخش في حاجه تانية عشان ما نقلش. بس احنا لازم نقفل الحته دي ونفهمها، والفيديو ده بيزكس، ده اساسيات للاكسل، فانت لازم تكون عندك الاساسيات دي عشان تكمل. تمام. وصدقني هتستفاد لو انت مكمل معايا. طيب انا وقفت دلوقتي هنا على الخليه، نيجي على النص ده بقى. الاول انا زي ما قلت لك انت بتكبر وتنزل بكده. طب لو انا عايز اختصر ضغطتين، حط الماوس هنا على الخط اللي بين الصفوف، وضغطتين كده هتلاقيه عمل لك اوتو فيت. يعني إيه؟ خلاها تشغل الحيز اللي تكفي الكلام اللي جواها. يعني لو الكلام ده صغير، بص، تلاقيه بيصغر. طب لو الكلام ده كبير، هتلاقيه بيكبر. فهو بيعمل اوتو فيت بناء على الحجم بتاع الخط. طب انا هكبر شويه عشان عايز اوريكم الاوبشن ده. الاوبشن ده بيجيب الخط يمين، شمال عفوا، او في النص او يمين. ماشي، دي عارفينها. طب اللي فوق يخلي النص في تحت اسفل الخليه، او في النص او فوق. طب انا عايز اسنتر كل حاجه، بروح اضغط على دي واضغط على دي. اوقات بتبقى انت الخليه عامله كده، وتضغط على دي تلاقيه بيجيبه يمين وشمال وفي النص. بس تضغط على هنا تلاقيه ما بيحصلش حاجه. ما بيحصلش حاجه عشان هو اصلا واخد الارتفاع. فلازم تكبر عشان تكون شايف الحاجة زي كده. طب مثلا كده تحطها في النص، بقت موجودة دفتر ديون فوق. هتحتاجها بقى على حسب لو بتصمم فاتورة بتاع، هتحتاج تصمم حاجات بشكل معين. طيب أنا كده عملت إيه؟ دفتر الديون وظبطته. عايز أعمل بقى الجدول تحتيه. طيب أنا مثلا هنا هبدأ هنا التاريخ. تمام. عندي هنا الاسم، وهنتكلم في جزء اللي احنا اتكلمنا فيه، اللي هو افكر ازاي وانا بعمل شيت اكسل. هنتكلم فيه مع بعض عن اختيار الاسماء والاعمده ان شاء الله لما يجي وقتها. طيب التاريخ والاكسل والمبلغ مثلا. طيب والحاله. طيب ملاحظات كفايه كده. طب انا عملت الكلام ده، عايز بقى اخلي النص ده كبير شويه، بكبر الخط من هنا واصغره من هنا. عايز اتخنه واخليه بولد، بضغط على بولد بيروح متخن الخليه زي ما انتم شايفين كده، بس هو نوع الخط ده مش بيبين قوي.
فنختار نوع خط تاني ده اسمه ابوتوس نارو. ممكن اختار الاريال. تمام. زي ما شايفين لو ضغطت على الاريال بيتخن او بيرفع، والاريال ده خط مشهور. طيب زي ما انتم شايفين كلمة المبلغ هنا بالتكلة. تمام. فبروح واقف هنا عامل اللي هي بين الصفين اسفل رقم 6 كده، واروح ضغط هنا، عامل ضغطتين كده، هتلاقيه عمل اوتو فيت. طب ما ظبطش شويه، خلاص اروح انا فاتحه بايدي شويه، هتلاقي برضو لسه مش مظبوط، يبقى الحاجات مش موجوده في مكانها. فاروح اعمل في النص كده واقول له خلي الحاجات في النص. تمام. ظبطناه، بس انا مش عاجبني الشكل، انا عايز ادي خطوط كده. مفيش مشكله. حدد يا باشا الشكل ده كده، وانزل تحت الجدول بتاعك، ونيجي هنا في الجزء ده. عندك هنا حاجة اسمها بوردر. كل دي أنواع بوردر، بس اللي أنت عايزينه دلوقتي اسمه أول بوردر، يعني يدي بوردر كده وكده وكده وكده، وأي حاجة فيها مربع من المربعات الرصاصي دي يديها بوردر. زي ما أنت شايف. ممكن أدي بوردر تاني زي ما أنتم شايفين كده، اللي هو تحت، اللي هو الأوتسايد بس. بص هيديك بوردر اوتسايد بس. ممكن اروح اعمل كده وادي بوردر اوتسايد بس ايه تخين شويه زي ما انتم شايفين. ممكن اروح الاغي بقى التنسيق، عشان بس الناس بتروح عامله تحديد ويضغطوا على ديليت او باك سبيس، ساعات ما بيمسحش الديليت في الاكسل. ده يا جماعه عشان خاطر كل جهاز وكل برنامج، يعني في برامج كتير للاكسل في جوجل شيت الثابت، خش على كلير او كليك يمين واختار كلير في الاكسل عشان تريح نفوخك. طيب. طيب انا عندي هنا ملاحظات، عندي صفين هنا اعمل فيهم ايه؟ مفيش مشكله. بص، مش احنا اتعلمنا ان ده في اول حاجه خالص قلنا ان احنا نقدر نعمل ميرج؟ طب انا عملت ميرج اهو. راح عمل لي ايه؟ دمج. تمام. الناس بقى اللي هم فاهمين اكسل بس عايزين شويه تريكات. طب انا هفضل امشي بقى على واحد واحد في الكلام ده كله؟ لا يا صديقي. حدد كده الاعمده دي كلها، وتعالى هنا على السهم، وهتلاقي في واحد، بص، مكتوب اسمه ميرج اكروس، وفي خط في الجنب كده. تمام. اضغط عليه، هتلاقي بص عملهم لك كلهم ميرج بال ايزي ايزي بيزي لومين سكويز. يعني مفيش احسن من كده. طب احنا كده هنا شرحنا دي وشرحنا دي وشرحنا دي. والميرج هنا هو ميرج برضو زي ده، بس يعني مش بيسنتر، بس استخدم السنتر ده افضل. طب وده لو انا مثلا عايز اشيل الميرج من المكان ده، ضغطت على الخليه اهو وشلت الميرج، اداني 3 خانات اقدر اكتب فيهم حاله اكسبشنال. ممكن افك الميرج ده، اضغط كده واقول له ان ميرج. رجعنا فكنا تاني، اضغط هنا واشوف النص مكتوب فين. النص مكتوب في الخليه دي، بس مش مكتوب هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا. بمشي كده وعينيا موجوده هنا. تمام. طب انا عايز ارجع لورا، بروح راجع للسهم ده كده وعمل الحركه اللي انا لسه عاملها، بيرجعها لي لورا. طيب. حاجه مهمه برضو، في ناس بتيجي تكتب عربي وبعد كده يروح حاطط ايه؟ نقطه، زي مثلا او فاصله. آم، خلينا نقول نقطه. تمام. بس النقطة بتلاقيها مش جاية هنا، بتلاقيها جاية هنا. وتيجي تمشي بالسهم كده تلاقيه بيجي كده وتيجي كده. ده بيبقى اسمه اتجاه الكتابة يا صديقي. يعني أنا مثلا لو واقف هنا أنا بكتب كده من اليمين للشمال عشان ده عربي. بس لو عندك أي مشكلة اضغط على دي كده. هو هنا بياخد بالكونتكست. لو كتبت إنجليزي هيعملها لك من الشمال لليمين، ولو كتبت عربي هيعملها لك من اليمين للشمال. طيب تعالى نعكسها كده، نخليها من اليمين، عفوا من الشمال لليمين. هتلاقي بص النقطة هنا، ده اللي بقول لك عليه. واحد بيبقى جاي مستلم شيت من حد ويجي يحدد كده ويمشي بالماوس يمين. أنا بمشي دلوقتي بضغط على سهم يمين، بص بضغط على يمين يمشي شمال، يمين يمشي شمال، يمين يمشي شمال. طب ايه ده بقى؟ يبقى في غلط في التنسيق، اللغة معكوسة. فاروح ضاغط هنا واختار كونتكست او اقول له رايت تو ليفت، هيروح ظابطها لي. اديك اتعلمت دي برضه، ودي مهمة جدا. هتلاقي بص اي تعامل ليك بالعربي على اي برنامج وورد اكسل لازم تكون عارف يعني اتجاه الكتاب. مثلا لو فتحت موقع او بتكتب اي حاجة، أم، وليكن مثلا جوجل. تمام. انا شايف انت جاي على الشمال مع اني بكتب عربي. تمام. رايت كليك، دور على كلمة رايت دايركشن، لانجوج دايركشن. بص بيكتب من الشمال لليمين، لو ضغطت كده هتلاقيه جايبها لك هنا، هتلاقي نفسك عارف تكتب. دي برضه معلومة على السريع. يلا يا عم ادي بونص اهو للناس اللي يقول لك انا مش مبتدئ. يا عم لا، كمل بس معايا هتتعلم. والله والله انا عندي معلومات كتيرة جدا يعني. ربنا يزيدني ويزيدك علم. اتمنى اساعد كل الناس واعلم كل الناس اي حاجة. انا بحب اعلم اي حد في اي حاجة. والمناسبة يا ريت لو انت تتفرج على الفيديو على اليوتيوب قيمني، او لو بتتفرج يعني اوفلاين على الجوجل درايف او اي حاجه، حاول تتواصل معايا وقيمني. لو عندك اي ملاحظات على الكورس، عايز تضيف حاجه، عندك اي استفسار، عايز نشرح لك اي حاجه، انا مور ذان ويلكم عشان يعني اساعد كل الناس. والله بحب والله ان انا انشر معلومات
على اي حاجه يعني. تمام تمام. نرجع تاني بقى للجزء ده. طيب، انا في هنا عندنا حرف الاي، لو ضغطت عليه كده بص بيعمل كلام معكوس كده بحاجات شكليات. ممكن اضغط كده يروح حاطط اندرسكور او دبل سكور، عفوا اندرسكور اللي هي اندرلاين عفوا، او دبل اندرلاين، خطين تحت الكتابه. نرجع برضو للجزء اللي تحت ده يا جماعة، احنا ناسيينه. انا عايز اكبر شوية عشان انا مش شايف. بضغط هنا واكبر من هنا، ما بروحش اكبر من هنا يا جماعة. يعني من كام يوم كنا بندي كورس، او كان في معانا انستراكتور بيدي كورس، فكنا عايزين نكبر الصورة، فهو راح على الكلام كله عمل سيلكت اول وضغط تكبير خط. احنا عندنا هنا في حاجة اسمها زوم، نقدر نزوم في الجوجل اكسل، عفوا في الاكسل او في الوورد او اي حاجة فيها متصفح مثلا. كنترول وحرف الزائد، كنترول وحرف الناقص. تمام تمام. وخلي بالك لو انت مهتم بالطباعة وطباعة التقارير، هيبقى مهم جدا ليك ان انت تعرف الحاجات اللي تحت دي، البريك بريفيو او البيج لي اوت بريفيو او لي اوت، والحاجات دي هنتكلم فيها لما نيجي وقتها ان شاء الله في ازاي تعمل وتجهز اكسل يكون قابل للطباعة. بس مش هنطول يعني، احنا عايزين بس نشرح الواجهة في الجزء ده. واتمنى ان انت تكون having fun with me وبتتعلم. عارف انت لو خدت معلومة 1%، دايما انا ماشي بالقاعدة دي، لو اي فيديو طويل ممل قعدت فيه طلعت فيه معلومة 1%، صدقني مش هتاخدها في اي مكان بسهولة، ولا حتى على تيك توك. حتى لو قعدت على تيك توك وتتابع حاجات محتوى مفيد، ممكن تقعد ساعة عشان تاخد معلومة في فيديو. هي دي الواحد في المية اللي انت بتاخده معايا دلوقتي. ف have fun وتحب اللي انت بتتعلمه عشان يعني تنبسط وتدي فيه اكتر. طيب في حاجة تانية هنا ما شفناهاش اللي هي الباست. انا دلوقتي الجدول ده حطيت فيه شوية حاجات ونسخته، وانا عايز انسخ مثلا حتة الجزء ده، واقول له خد كوبي. ورحت على شيت تاني، بالمناسبة الجزء اللي تحت ده اقدر اضيف شيت جوه ملف اكسل. ملف الاكسل ده يا جماعة زي كشكول، الكشكول فيه 100 صفحة مثلا، تقدر تحط هنا 100 شيت، تقدر تحط 200 شيت، بس كل ما تزود كل ما الاكسل يتقل معاك وحجمه يكبر يعني. فانا مثلا عندي شيت بدير فيه امور حياتي، اقدر اعمل شيت زي ده كده لشهر مثلا ابريل، واجي في شهر مايو داخل هنا واروح واخد الحاجات اللي انا عملتها كوبي. خلي بالك انا كل ده شايف انت الخط، الكوبي لسه اكتف. لو رحت هناك اقدر اعمل كده رايت كليك واعمل باست. بس انا هنا مش جاي اكلمكم على الباص ده، الباص العادي اللي احنا عارفينه، لا احنا جايين نعمل كوبي تاني. إيه، باست دي حاجات تانية. انا هنا هنسخ الجزء اللي فوق ده كوبي، واجي هنا اقول له كليك يمين، باست سبيشال. هتلاقي في اوبشنز كتير، وعندك على الويندوز هتلاقي الموضوع على شكل ايقونات. تقدر تقف على الايقونه، هيقول لك يعني الايقونه دي بتعمل ايه. هتلاقي فيها الكلام اللي مكتوب ده. اول حاجه انا اقدر ان انا اعمل لاسك او بيست للفورمولا. يعني لو انا عندي معادله سميشن مثلا وعايز انسخها من مكان لمكان، اقدر انسخها واروح جاي هنا عامل بيست للفورمولا. وهنشوف الكلام ده قدام لما يكون في مثال، ولا ليه قدام. تعال هنا عندي مثلا الخليه مثلا وليكن مثلا جي في هنا 122، والكي هنا فيها 3، وانا ضغطت مثلا على هنا ورحت عامل يساوي. المعادلات بتتكتب كده يا جماعه، بكتب يساوي هنا او هنا. تمام، واقف بس على الخليه واكتب هنا واكتب صم، واروح مختار المعادله. وهنا بيشرح لك المعادله انت عايز تعمل ايه، حط رقم او خليه. فانا بروح محدد كده واقول له حدد الاتنين دول، واجي هنا اقول له علامه صح بس، هو جمع لك بقى المعادله هنا بتجمع ده وده. طيب اروح مديها تنسيق واديها خط كده مثلا، واروح مدي لون ابيض للكلام. تمام. تعالى ننسخ بقى الخلية دي كوبي، ونيجي هنا. انا لو رحت عملت كده بيست وقلت فورمولا، هيجيب لك الفورمولا بس وبصفر. ولو وقفت عليها هتلاقي هنا بيجمع لك سمشن للجي 3 والكي 3. 3 ده اللي هو الصف اللي انا واقف فيه، والجي والكي هنا يعني لو انا حطيت هنا مثلا 2 وهنا حطيت 3 هتلاقي جمعهم لك. فانا كده نسخت المكان ده، بس عملت لاسك للفورمولا بس. تعالى ننسخ تاني، واجي هنا اعمل باست. هنا في 125 ها، فلو عملت فورمولا والنمبر فورماتنج هيجيب لك نفس النتيجة بالظبط، ولكن الفورمات ده اللي احنا لسه مش جينا له. طيب ايه الفورمات ده؟ تعالى نشرح. انواع البيانات في الاكسل يعني هنلخصهم في ثلاث حاجات: نصوص، ارقام، تواريخ.
لو انا مثلا جيت على الخليه هنا بتاعت التاريخ وقلت ان كده كل الصف ده هيبقى تواريخ، بروح محدده وواقف هنا جنرال. دي هو الاكسل اللي بيحدد يعني تلقائيا انت كاتب ايه. بس انا عايز اكون بقى دقيق قوي، اقول انا هعمل تاريخ قصير او تاريخ كبير او وقت. تمام. او اضغط هنا واختار الفورمولا الصحيحه للديت اللي انا عايزها. لو ضغطت هنا على ديت هنجيب الفورمات ده، عايزه بالشكل ده ولا بالشكل ده ولا بالشكل ده. افضل شكل طبعا، واللي هو احنا متعودين عليه، ان انا اضغط هنا على الانجليش، واضغط عفوا على الانجليش واختار مش يونايتد ستيت انجليش يونايتد ستيت، لا لا. يعني احنا مش عايزين انجليش يونايتد ستيت، احنا عايزين انجليش يونايتد كينجدوم. فبنزل وادور على الانجليش يونايتد كينجدوم، هتلاقي حرف الاي اهو. يونايتد كينجدوم مش يونايتد ستيت. ستيت عندهم بيبداوا الشهر ثم اليوم ثم السنه، احنا عندنا بنبدا في النظام بتاع كينجدوم لندن واوروبا والكلام ده، اللي هو يوم شهر سنه. اختار اي فورمات انت عايزه. انا مثلا بحب دايما يكون اسم الشهر ظاهر، واختار واقول اوكي. وبكده هنا نقدر نحط تاريخ. تعالى بص بقى التركية دي، عشان انا متأكد ان انت حتى لو هرست اكسل يمين شمال، رحت اتعلمته في كل حتة، والله المعلومة دي ما هتاخدها الا في بونص في فيديو طويل. تمام. تمام. في اختصار بيخليك تكتب التاريخ اللحظي حاليا في ساعتها، اللي هو عندك على الويندوز كنترول شيفت والعلامه بتاعت السيمي كولم اللي هي بعد حرف ال. يعني شوف حرف ال ايه وتعالى على الحرف اللي بعده، هتلاقي عمل لك التاريخ على طول. طيب لو انا عايز الساعه، تعالى بس في خليه تانية، بضغط كنترول شيفت، عفوا بص هو كنترول والسيمي كولم، او كنترول شيفت والسيمي كولم. هتلاقيه كتب لك الساعة الحالية دلوقتي الساعة 9:45 دقيقة. تمام. انا مش عايزين نطول عشان باقي 3 دقايق ونكون دخلنا في نص ساعة. دلوقتي انا كده زي ما انت شايف حطيت هنا التاريخ، ولو كتبت مثلا 21 داش 12 داش 2026 هتلاقي عمل لك ديسمبر على طول. فده الفورمات. طيب نرجع تاني للحتة دي عشان ما نطولش. المبلغ برضو لو هنا في فلوس بروح محددها كده واقول له كارنسي. فلو انا دخلت هنا مثلا 122 وسبتها هتلاقي حسبها لك بالجنيه. وهنشوف الموضوع ده بعدين مع بعضينا يعني. نرجع تاني للنسخ واجي هنا للبيست. لو عملنا كليك يمين ورحنا عملنا باست سبيشال، هتلاقي هنا بيقول لك سيب الفورماتنج اللي هو الملون، وينسخ المعادلة كمان اللي موجودة ولكن من غير القيمة. تمام. هي زيها زي اللي فوق، ولكن نقل معاها الفورمات. انت كده بتنسخ الفورمات. عندك برضو ان انت لو عندك بوردر يشيله من غير بوردر، اقرا الكلام ده هتفهم انت بتعمل ايه. الترانسبوز بقى دي مهم. يعني مثلا لو عندي واحد اتنين تلاتة مثلا، شوية تواريخ هما تمام، خلينا نعملهم كده، وخدتهم كوبي، ورحت هنا عملت كليك يمين باست سبيشال باست سبيشال، وقلت له ترانسبوز، هيروح جايب لك الحاجات بالعرض. لو انا خدت دول كده كوبي ورحت مكان تاني قلت له باست سبيشال ترانسبوز، هيروح جايبها لك بالطول. فلو عندك بيانات بالعرض او بالطول تقدر تعملها في ثانية. مش هتفضل تاخد خلية خلية كوبي كوبي وباست كوبي وباست. ماشي. الحاجات الصغيرة دي لو انت عارفها هتقدر تأدي جامد جدا في شغلك. ده كده كان البوست. واهم حاجة في البوست واللي هتستخدمها على طول الفاليوز. يعني إيه؟ احنا عندنا في الشغل اللي احنا شغالين فيه في الشركة بيبقى في حاجة اسمها مانيفست، فبننسخ نطلع التواريخ والحاجات دي بمعادلات. في الاخر بيطلع لنا العمر مثلا. فانا بنسخ الفاليوز بتاعه القيمه بس. يعني لو عملت باست كده يجيب لك 125 من غير معادلات، ده رقم. لكن ده مش رقم، دي معادله. يعني لو انا مثلا مسحت ده الرقم اتغير. لكن لو انا مسحت هنا ده بص، مسحت ده، مسحت كل دول، خلاص الرقم لسه ثابت زي ما هو. انا خلينا قيمه. تمام. فده كده ايه الباست فاليوز. ممكن انسخ الفورمات على طول. يعني مثلا هنا داخل ده كده واروح بقول له هات الفورمات بتاع المكان ده، كليك يمين باست سبيشال، ولو هات الفورمات هتلاقيه نسخ لك الفورمات بالمارجن بكل حاجة. ده لو عايز تعمل جداول بشكل سريع. احنا كده تقريبا كملنا نص ساعة شرحنا فيها معظم الأساسيات للهيدر في الهوم. الجزء ده مش محتاجين منه اي حاجه حاليا. يعني احنا يعتبر خلصنا وشرحنا الجزء اللي تحت، بقينا بس في الواجهه الجزء ده، وده هيشترك مع الجزء بتاع الطباعه والكونديشنال فورماتنج وقتها يعني، والفورمات بتاع السيل والحاجات دي وقتها. انا ما بحبش ان انا
في الاكسل ادي كل حاجه، انا بدي الحاجات الاساسيه. واتفرج على الفيديو ده مره واثنين وثلاثه واربعه، واقعد اهرس فيه مع نفسك على شيت اكسل. وهنكمل ان شاء الله الحلقه دي مع بعض في الحاجات اللي جايه. يبقى احنا كده خلصنا الجزء ده والجزء ده. وان شاء الله المحاضره الجايه هنبدا بالطباعه، وازاي تجهز شيت A4 ويكون جاهز للتصدير لو انت بتصدر PDF او ان انت بتطبع ان شاء الله. انا شاكر جدا ليكم ولاستماعكم، وزي ما قلت لكم والله انا مبسوط ان انا بسجل الفيديو ده. يلا، السلام عليكم، ويعني اشوفكم على خير ان شاء الله.